مرحبا بكم في قناتنا، حيث نقدم لكم أحدث أخبار النجوم والشائعات. اليوم سنتحدث عن الهجوم والهجوم المضاد بين حسن شاكوش وريم طارق، اللذين تزوجا وانفصلا في غضون شهرين فقط، وأثارا جدلاً واسعاً في السوشيال ميديا وتراشقهم الإعلامي على وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي. فمن هو المذنب ومن هو الضحية بهذه الحكاية؟ تابعوا معنا لتعرفوا المزيد. حسن شاكوش هو مغني وملحن مصري، اشتهر بأغاني المهرجانات الشعبية وحقق نجاحات كبيرة في السنوات الأخيرة، وولد في بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة. كان يهوى الرياضة ولعب كرة القدم في عدة أندية مصرية، ولكنه تركها للاتجاه نحو الفن والغناء. أشهر أغانيه هي بنت الجيران، التي حققت أكثر من 100 مليون مشاهدة على يوتيوب، وشارك فيها مع عمر كمال. ريم طارق سيدة بالعقد الثالث من عمرها، خريجة كلية الإعلام جامعة القاهرة، ليست من ضمن الوسط الفني. تعرفت على حسن شاكوش عن طريق صديقتهما المشتركة البلوجر المصرية فرح شعبان، وعلى الرغم من دراستها الإعلام إلا أنها لا تنتمي للوسط الفني، وليس لديها حسابات على مواقع التواصل. ففي حفل زفافها قامت ريم طارق بالسجود أثناء حفل زفافهما الذي أقيم بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة، وقد أثارت الجدل بهذا الفعل، وعلقت فيما بعد وقالت: أنا ما عملت لقطة، كان نفسي يوم فرحي على حسن إن أسجد شكراً لله، لأنه ربنا لما بعوضنا عن حاجة لازم نشكره، مش معنى إنه إحنا في فرح ومش فاضيين ننسى، ده عوض ربنا. وقال حسن شاكوش: حلاوتها إنها ما بتسيب فرض، أي لا تترك الصلاة، وأقول لها بحبك، لترد زوجته الجديدة عليه: حبيب قلبي وحب عمري وأرجل واحد في الدنيا، ومعجباته على راسي، بحبهم لأنهم بحبوه وما في غير لأني واثقة فيه. وكان شاكوش قد كشف تفاصيل طلبه ليد ريم، مشيراً إلى أنها كانت مخطوبة قبل ارتباطه بها، مؤكداً أنه كان حريصاً على اختيار الصفات التي يريدها في شريكة حياته. وأضاف: اخترت إن ميريتي تكون ست بيت، والحمد لله معاها تعليم عالي، مشيراً إلى أنه يمنعها من بعض الأمور لأنه رجل صعيدي. كما علق: قفلت لمراتي فيسبوك وانستغرام ومش عندها غير واتساب فقط. سرعان ما بدت الحرب الإعلامية بين الزوجين حسن وريم بعد مرور شهرين فقط، فقد حررت ريم طارق محضراً ضد زوجها مغني المهرجانات حسن شاكوش إثر خلافات بينهما بعد مرور شهرين تقريباً على زفافهما. ووجهت زوجة شاكوش اتهاماً له بطردها من منزل الزوجية منذ أيام، والاستيلاء على المنقولات الزوجية وشبكتها، وإيصال أمانة لصالحها بديل مؤخر الصداق. كما علقت على تأخيرها في الإبلاغ أملاً في الصلح بينهما، إلا أنه أرسل لها رسالة برغبته في إنهاء العلاقة الزوجية، فذهبت على الفور لتحرير محضر ضده وطلبت إثبات الحالة. فيما رد مغني المهرجانات حسن شاكوش على اتهام زوجته ريم طارق بأنه طردها من مسكن الزوجية إثر خلافات بينهما بعد مرور شهرين تقريباً على زفافهما. وكتب شاكوش عبر حسابه بموقع فيسبوك: مساء الفل عليكم جميعاً، يمكن القصة دايماً ناقصة والبيوت فيها إصرار، وإحنا بنخاف على بنات الناس وتربينا على كده، وحق الرد بيقول إن دي لسه مراتي ميصحش اتكلم عنها حتى لو حصل إيه. وأضاف: يمكن أهل بيتي وفريق عملي وأقرب الناس ليا تازوا من الحوار ده، بس بما إنها شاركة جمهوري بشيء جارح بالشكل ده، كل اللي أقدر أقوله الحمد لله على نعمة السكوت والعقل وقت المشكلة، الحمد لله على كل شيء. وقد طلق حسن شاكوش زوجته ريم طارق غيابياً بعدما حررت محاميته محضراً بقسم الشرطة أثبتت فيه انتهاء صلة موكلها وريم كزوجين، وطلبت المحامية إثبات الحالة بطلاق موكلها شاكوش من ريم طارق غيابياً، وتم تحرير محضر وإخطار النيابة العامة. وجاء هذا القرار بعد خلافات علنية بين الثنائي واتهامات متبادلة بينهما، آخرها ظهور ريم طارق في مقطع فيديو هددت فيه حسن شاكوش بالكشف عن مفاجآت صادمة خلال الفترة المقبلة، من شأنها أن توضح أسباب رغبتها في الطلاق منه. وقالت ريم إنها تلقت رسائل من فتيات في مختلف الدول العربية كشفن لها عن استغلال شاكوش لهن من خلال زواجه بهن عرفياً واحتفاظه بعقود الزواج. وأكدت أنها أقامت ضده دعوى طلاق بعد اكتشافها عيباً كبيراً لا يمكن لأي زوجة أن تتحمله، وسوف تكشف عنه فور انفصالها عنه، مثلما كشفت عن حصولها على قرار بتمكينها من مسكن الزوجية
إلا أنه يرفض تنفيذه حسب قولها، وأشارت إلى أنه منعها من الحصول على متعلقاتها الشخصية وملابسها. لو سمحت، أنا هدومي الشخصية عندك بتحتفظ بيها ليه؟ أنت ليه معترض إنك تديني حاجتي اللي عندك محتفظ بيها ليه؟ ونفت ما وجهه إليها من اتهامات بالسعي وراء الشهرة، مؤكدة أنها أنشأت هذا الحساب حتى تستطيع الرد على الاتهامات التي تطالها، وأنها ستقفله مباشرة بعد انتهاء أزمتها مع حسن شاكوش. كشفت ريم طارق زوجة المغني حسن شاكوش أنها تمر بفترة سيئة منذ بدء الأزمة الأخيرة بينها وبين زوجها، مشيرة إلى أنها تصلها رسائل تزعجها على مدار اليوم. وقالت: زواجها من حسن شاكوش بابتلاء من ربنا، وأنا صابرة عليه، وربنا سيخرجني منه على خير. وأضافت: مش محتاجة شهرة، ما أنا ممكن أتصور واتشهر، لكن لقب مرات المطرب ده عبء عليا، أتاري الناس عندها نظر أنا ما كنتش عارفه. ووجهت رسالة: ركز في اللي انت بتعمله عشان عيب، انت المفروض جيت وقعدت معايا في بيتنا وأنا عملت لك كل حاجة، قلبت لي مجنون، حاولت أعالجك، أنا ما قصرتش معاك في حاجة، وعمري ما كنت أستوعب الغدر. وزعمت ريم أن حسن شاكوش هددها بالقتل هي ووالدها، وأنها طلبت في دعوى طلاقها عرضهما على الطبيب الشرعي، مؤكدة أن لا صلح بينهما وأنه كان خياراً خاطئاً. والنسبة لها، قرر حسن شاكوش الرد على ادعاءات طليقته ريم طارق، التي أكدت من خلالها أنه أقام علاقة مع ممثلة مصرية في نهار رمضان. ولفت شاكوش عبر حسابه في فيسبوك إلى أنه تعهد بعدم الحديث عن موضوع انفصاله وتفاصيل علاقته بريم طارق في منشور على حسابه الخاص، وقال: مستحيل أتكلم على واحدة كانت مراتي أو مش مراتي، ولا عمري جبت سيرة بنت أو غلطت في حق بنت، وعارف يعني إيه المرأة المصرية وشرف المرأة المصرية، وزي ما الست ليها شرف، كرامة الراجل ليه شرف وكرامة. وأشار شاكوش إلى أن العديد من البرامج طلبت إجراء لقاءات معه، إلا أنه رفض ذلك احتراما لها. وعلق حسن شاكوش: مساء الخير يا جماعة، يمكن من ساعة الحوار ما خلص، ومن آخر فترة أنا كتبت فيها وقلت إني هسكت ومش هحكي أي تفاصيل عن إنسانة كانت في يوم من الأيام عايشة معايا ومراتي احتراما للي كان بنا. وتابع حسن شاكوش: أنا راجل اتربيت في بيتي، بس عارفين ببقي بعد كل فترة بيحصل فيها كلام كتير أو ضغط من كل اللي حواليا، ببقي عايز أطلع وأحكي تفاصيل كتير أدافع بيها عن نفسي، بس برجع وأقول هرد بكلام، والكلام هيجيب كلام ومش هنوصل لحلول، بس كل اللي أقدر أقوله إن مفيش عين تصدق غير اللي تشوفه، ربنا يهدي الجميع ويعدينا منها على خير، وأسف إن طولت عليكم. وأضاف حسن شاكوش أن عمله في مجال الفن معتمد على السمعة الجيدة، لذلك لا يستطيع أن يتحدث عن زوجته، بل يكن لها كل الاحترام والتقدير. وقد شنت شقيقة ريم طارق رنا هجوماً واسعاً على حسن شاكوش بعد الفيديو الذي نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي. ونشرت رنا طارق تدوين عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كتبت فيها: وانت بقى طبيعة شغلك ايه يا أستاذ اللي أهم حاجة فيه سمعتك؟ رقاصة. هذه هي قصة حسن شاكوش وريم طارق، التي بدأت بالحب وانتهت بالخصام، ولا يزال مصيرهما مجهولا حتى الآن. ما رأيكم في هذه القصة؟ وإلى أين ستذهب بالأيام القادمة؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة لمتابعة المزيد من الفيديوهات. شكرا لمشاهدتكم.